اهلا وسهلا بكم اصدقائي الاعزاء، مشتركين اعضاء قناتنا الجميله ابطال وبطولات. مش هطول عليكم. موضوع النهارده يعتبر من اهم الحلقات اللي عملتها، او اهم حلقه هعملها في الفتره اللي فاتت، ممكن اهم حلقات حياتي. الضربه القاضيه لقفشه. طبعا كلنا عارفين القاضيه ممكن اللي كان حطها في سنه 2020 في مباراه القرن. لا، المره دي قاضيه قفشه بالبوست اللي عمله بتقضي على اكذوبه البطل من ورق اللي كان بيدارى فيها محمد صلاح فخر العرب. انا مش متحامي على صلاح، لكن سكوته هو اللي خلى الناس كلها تقول الرأي ده، مش انا لوحدي. بوست قوي جدا عملوا قفشه، كريم فؤاد، اكرم توفيق، كهربا، احمد حسن كوكا، احمد حجازي، وناس كتير غير، وطبعا شيكابالا من اوائل الناس، حسين الشحات، بنزيما، رونالدو، بوجبا، إيريك كانتونا. في ناس كتير عملت بوستات واتكلمت، لكن قفشه اللي معروف عنه ان هو يعني بيهزر بس، ما بيعلقش على حاجه، دمه خفيف. ناس بتقول لك مخه على قده، بيتكلم كلام على قده. الراجل عمل بوست قال لك البطل الحقيقي مش لاعب كوره مشهور ولا ممثل مشهور. البطل الحقيقي هو الفلسطيني اللي محدش حاسس بيه، وتصور وتحمل اللي محدش يقدر يشوفه ولا يتحمله. كل الدعم لاخواننا الفلسطينيين. وانا بيتهيألي الحلقه دي من اهم واعظم حلقاتي، وانا بتشرف ان انا بعمل بوست حتى لو قناتي هتوقف، انا ما عنديش مانع. المهم ان انا اقول رايي. انا قناه جديده ممكن اعمل غيرها وغيرها وغيرها. انا بدعم اخواتي الفلسطينيين. وعمرو ورده عمل بوست قوي جدا بعد البوست بتاعه، حط صوره لعلم اسرائيل وهو بيتولع فيه، ربنا يولع فيهم بجاز يعني. ف كلنا نقولوا حاجه واحده، ان احنا لازم نقف مع اخواننا بالدعاء ونقول يا رب ربنا يعينهم. وانا قلت مقولة وهقولها في الاستاد ان شاء الله في اقرب ماتش هروحه. الواحد مش قادر يتكلم والله. بالدم بالروح القدس مش هتروح. الجيش والشعب، القدس جوه القلب. القدس جوه قلبنا، والقدس عمرها ما تضيع. ومصر وجيشها الدرع والسيف للفلسطينيين اخواتنا. كل الدعم. وكان معاكم احمد زيكو على قناتنا وقناتكم ابطال وبطولات. لو انت مش مشترك اشترك معانا وفعل زر الجرس، ان شاء الله هتلاقي كل جديد وكل حاجه تليق بيك كراجل مشاهد لقناتنا ومشاهد لليوتيوب. السلام عليكم.